بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أهلا بكم يا حبايبي في قناتكم بيتنا جديد مع غدا خطاب. النهاردة هنعمل مع بعض أحلى طريقة كنافة ممكن تعمليها بكل بساطة وتبان بالظبط كأنك شارياها من بره من أحلى محل حلواني. هنعمل مع بعض طريقة الكنافة بالكريمة، والكريمة طريقتها سهلة جدا جدا، ممكن تعمليها في البيت بكل بساطة. عندك كوبايتين من اللبن الحليب، ومعاهم 2 بيضة، ومعاهم نص معلقة فانيليا، ومعاهم كمان معلقتين سكر ومعلقتين دقيق. وهنقلب الخليط ده كويس جدا لغاية الخليط كله ما يتجانس في بعضه. طبعا الكريمة دي اسمها كريمة الباستري البيتي. كريمة الباستري البيتي طبعا مش هتكلفك كتير. بدل ما تشتري كريمة الباستري البودرة من بره، لا ده انت هتعمليها في البيت وبنفس الطعم بالظبط، هتطلع كأنك جايباها من بره. وهتاخدي الخليط ده كله وهتحطيه على النار وتقلبيه كويس قوي لغاية ما يوصل للغليان ويتقل سمكه. وهنجيب بقى مع بعض الكنافة. أنا في الطريقة دي أو في النوع ده من الكنافة بفضل الكنافة الفريش أو الكنافة الجاية طازة من عند بتاع الكنافة، طرية كده ولسه سخنة جاية من عند بتاع الكنافة. وسقيتها كوباية سمن سايحة، وبعدين فضلت أبسس الكنافة في السمن لغاية الكنافة ما اتشربت كمية السمنة اللي عندي كلها. لازم كل الكنافة يطولها أو يغمرها السمن السايحة اللي عندي عشان كلها تستوي نفس السوى، وتلاقيها كلها نفس اللون مع بعض كده زي ما احنا شايفين. أنا بدأت نشرب كل الكنافة كمية السمنة كلها لحد ما اختلطت بكمية الكنافة اللي عندي بالكامل. هنا بقى يا حبايبي التركة بتاعت السمنة ديت، السمنة هي أهم حاجة بتظبط معاكي الكنافة. ظبطتي كمية السمنة في الكنافة وبسستي الكنافة فيها كويس قوي، هتطلع معاكي مظبوطة جدا. هنا بقى معايا أنا قسمت كمية الكنافة معايا جزئين، بالنص جزء فردته في الصينية كويس قوي وغطيت أرضية الصينية مش باين منها أي حاجة خالص. لازم أفرد الكنافة كويس قوي عشان الكريمة ما تنزلش عندي في الأرضية بتاعة الصينية وتتحرق مني. فعشان كده لازم أظبط الكنافة كويس قوي عشان أفرد بقى الكريمة وأنا متأكدة إنها مش هتنزل تحت معايا في الأرضية. شايفين؟ بسويها كويس قوي عشان أنزل عليها بكمية الكريمة اللي عندي. ممكن نحط معلقة سكر يا بنات واحنا بنبسس السمنة مع الكنافة عشان تكرمل معايا وتطلع ناشفة أو مقرمشة. لو عايزاها طرية خالص ما تحطيش معلقة السكر دي. هنا أنا نزلت بكمية الكريمة اللي عندي وبحاول بقى أوزعها، وأحاول على قد ما أقدر أبعد عن حروف الصينية عشان ما تتحرقش معايا وهي جوه الفرن. أجتهد كده إن أنا أوزعها لجوه وأبعد نهائي عن الحروف عشان حتى ريحتها ما تتغيرش. وأبدأ بقى أنزل بالنص التاني من الكنافة اللي كنا شايلينه على جنب عشان أغطي بيه الوش. زي ما احنا شايفين كده هبدأ أفك الكنافة وأبدأ أفردها على وش الكريمة بحيث ان انا اغطي وش الكريمة كله زي ما احنا شايفين كده بنفس الطريقة دي كده بالراحة من غير ما اضغط على الكريمة عشان هتخرجش مني عند الطروف. واغطي وش الكريمة بالكامل، ما اخليش الكريمة فاضلة خالص باينة، عشان لما اجي اقلب الكنافة في الفرن تكون الكريمة كلها عندي متغطية. خلاص كده احنا فردنا نص كمية الكنافة اللي كان فاضل. هتبططي عليها كده بالراحة خالص خالص، هتساوي بس الوش من شعيرات الكنافة كده اللي طالعة، هتسويها وبعدين هتدخليها على درجة حرارة متوسطة لمدة نص ساعة أو ساعة إلا ربع بالكتير. وهتسقيها شربات بارد تقيل محطوط عليه سنة فانيليا. وهتاكلي بقى أحلى حتة كنافة، احلى كمان من كنافة الحلواني. ارجو الوصفة تكون عجبتكم. اللي مشتركش القناة ينزل ويشترك ويعمل سبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله.